ايه اهم الحاجات اللي المبرمج المفروض يعرفها في الاس اي او او في التكنيكال اس اي او؟ الفيديو ده ممكن نقول ما لا يسع المبرمج جهله في التكنيكال اس اي او. هنجمع فيه اهم الحاجات اللي يهمه الديفلوبر لما يشتغل على موقع بيستهدف الاورجانيك سيرش، سواء كان في جوجل او في الاي اي سيرش زي تشات جي بي تي وغيره. المبرمج دايما بيفكر في سؤال واحد بس: هل الموقع شغال؟ هل بيفانكشن؟ يعني الصفحات بتفتح، الباتنز تمام شغاله، الموقع شكله حلو، الالوان مظبوطه، في حركات وموشنز في الموقع. بس في هنا مشكلة، وهي إن الموقع ممكن يكون شغال بنسبة 100%، لكن بالنسبة لجوجل وبالنسبة للاي اي هو مش موجود أصلا. يعني تقنيا الموقع تمام، لكن في الاي اي سيرش وفي جوجل موقع ممكن يكونوا مش شايفينه أصلا. في نقطة مهمة، وهي إن من الخطأ إن أنت تتعامل مع التكنيكال اس يو كتشيك ليست، اللي هو هل عندنا روبوت تاكس فايل؟ عندنا سايت ماب، عندنا ميتا تاجز، وهكذا. ده مش الطريقة الصح في التعامل مع التكنيكال اس يو، انما الطريقة الصح ان انت تركز ان الموقع يكون قابل للفهم. في نقطة مهمة، وهي ان التكنيكال اس يو بيركز على حاجتين مهمين، اللي هو اليوزر اكسبيرينس والكراولر اكسبيرينس. يعني زي ما بتهتم باليو اكس او اليوزر اكسبيرينس، فانت محتاج تهتم بالكراولر، الشخص او الاي اي او البوت اللي بيكتشف الموقع بتاعك، وبالتالي بيبدا عليه بعد كده الارشفه والريكومنديشن والسيلز واليوزرز وهكذا. فالموقع مش معمول انه يتحط في فاترينا، وانما معمول ان حد يلاقيه، وان في سوفت وير معين او مودلز اي اي مودلز معينه او سيرش انجنز تكتشفه، وبالتالي تريكومند للعملاء بتوعها الموقع ده ان هم بقى طبعا يستخدموا السيرفيسز او البرودكتس اللي فيه. كل قرار كمبرمج بتاخده، سواء كان في الريندرنج، سواء كان في اليو ار الز، سواء كان في الريدايركشن، سواء كان في الستاتس كودز، سواء كان في اي حاجه، القرار ده بيؤثر بشكل كبير جدا على الكراولرز، وبالتالي على اي منصه المفروض اليوزر بيكتشف عليها المحتوى ده. هذكر هنا اهم الحاجات، وان شاء الله هنعمل لكل حاجه فيهم فيديو مستقل يركز على النقطه دي بشكل اساسي. اول حاجه هي الريندرنج، او خلينا نقول استخدام الجافا سكريبت في الموقع، ودي من وجهة نظري ممكن تكون من اهم نقطة في الليسته كلها. فبنجد ان مثلا في مشاريع معتمدة على رياكت او نكست جي اس او فيو، وبتعتمد بشكل كبير على الجافا سكريبت عشان تعرض المحتوى او تنجكت المحتوى، ودي للامانة هي المشكلة الجوهرية. لان علشان جوجل بات يزور الصفحة بتاعتك محتاج يمر بثلاث مراحل: اول حاجة الكراولنج، تاني حاجة الريندرنج، تالت حاجة الاندكسيشن، وكل مرحلة بتعتمد على المرحلة اللي قبلها. الكراولنج بيشوف ال HTML الخام، يعني لو في جافا سكريبت في الغالب الموقع بيتم التحميل عن طريق مرتين او تو ويز زي ما جوجل بيسميهم. بيكون في زي ريندرنج كيو، بتقف في الصف، بتقف في الطابور يعني. ده ممكن بياخد وقت ساعات، ايام، ممكن على حسب الموقع وعلى حسب الفاليو الموجوده فيه. وكمان بيزود تكلفه الزحف، وبيقلل اعاده الزحف اللي هو الاكسجين لاي موقع. يعني المحتوى بتاعك بيتاخر في الاندكسيشن مقارنه بالكومبيتيتور، وكذلك بيتاخر في الري كراولنج، فبالتالي ان هو يبقى ريكومندد امر صعب جدا. وبالتالي جوجل كبزنس بيختار دايما من المنافسين الارخص عليه. هو مين من المواقع دي بيكلفنا ارخص عشان اعرضه للمنافس، از لونج از ان كلهم تقريبا بيقدموا نفس الفاليو. وده لجوجل، يعني جوجل على الاقل عنده طريقه يصل بيها للمحتوى، بينما الاي اي بوتس زي تشات جي بي تي وبربلكسيتي وغيرهم طبعا وفقا لعدد كبير من الاكسبيرمنتس اتعمل، فان هم الى الان مش بيعرفوا يتعاملوا مع الجافا سكريبت ريندرنج، وبالتالي بيشوفوا الاتش ام ال الخام بتاعك واللي هو تقريبا بيكون فاضي بشكل كبير. فطبعا اي حاجه بتعتمد على الريندرنج او الكراولنج ده انتهت، ما هو مش هيعرف يقتبس منك، مش هيعرف يريكومند البرودكتس بتاعتك، مش هيعرف يشوف الريفيوز، مش هيعرف يشوف اي حاجه. واي بقى انترنال لينكس يساعدوا في الزحف مفيش. حتى ممكن تكون السكيماز برضو نفس الفكره موجوده انجكت او انجكتد بالجافا سكريبت، يعني بيشوفها حرفيا كما لو كانت صفحه فاضيه او شبه فاضيه. وده بالمناسبه مش كلامي، ده كلام التقارير والدوكيومنتيشنز، سواء بقى بتاع جوجل او الاي اي او كذلك الاكسبيرمنتس اللي اتعملت على الموضوع ده. الحل ان انت في الاخر تستخدم SSR او سيرفر سايد ريندرنج، ده للهيدنجز، للبادي تاجز، للانترنال لينكس، للميتا تاجز، للسكيماز، للمين كونتنت الموجود في الصفحه على الاقل. والكلاينت سايد ريندرنج يكون في الحاجات اللي مش مهمه قوي او اللي لها علاقه بس باليوزر اكسبيرينس، زي مثلا والله الصور، ممكن لو هو بيقلب او بيسكرول على حاجه، اي حاجه مش مهمه ان جوجل او الاي اي يشوفها بشكل سريع، او مش مهمه ان هو يعرفها من الفيرست امبريشن او من الانطباع الاول اللي بياخدوه عن الصفحه. ممكن عايز تعرف هل الجافا سكريبت موجوده في الموقع صح ولا لا، ممكن بشكل بسيط جدا متصفح تديسيبل الجافا سكريبت، او تشوف السورس كود وتشوف هل المحتوى موجود في السورس كود ولا لا.
لو المحتوى مختفي او موجود شويه الوان ففي الغالب في مشكله. طيب تاني حاجه وهي ال HTML structure، دي من اكتر الامور اللي بنعاني فيها مع الديفلوبرز، وهو ان هم بيستخدموا الهيدنج تاجز والاتش تاجز في التصميم. يعني مثلا بيدي كلاس للاتش 5 تاج مثلا، واي مره عايز يسحب اللون ده ويسحب الحجم ده يقوم مديله على طول اتش 5. طب ليه؟ هو الهيدنج باي ديفينيشن هو هيدنج يعني هيدلاين يعني عنوان. هل ده عنوان؟ بدل مش عنوان ما تعملوش ايه HTML هيدنج يعني. لانك لما بتعمل مثلا ال H5 تاج مثلا عشان تقول عشان الشكل، فانت كانك بتقول لجوجل ان ده عنوان فرعي مهم. طبعا ما فيش اصلا قبله H4 عشان يتفرع منه، ولا ممكن يكون قبله يعني H1 ولا H2 ولا اي حاجه، ممكن يكون اصلا انت بتستخدمها في الناف بار يعني. فالافضل ان احنا نستخدم من اول H1 ده اللي بيكون عندنا H1 واحد بس في الصفحه، وال H1 ده يكون العنوان الاساسي او الموضوع الاساسي. يعني مثلا لو صفحه بتتكلم على برودكت سيرفيس فهو يكون اسم البرودكت او عنوان البرودكت هو ال H1. بعد كده يكون في ترتيب منطقي لل H tags، فالافضل ان يكون عندنا طبعا H1 وال H1 ده بيجي بعده ال H2. ال H2 ده لو متفرع منه عناوين فرعيه، يعني لو انا بقول مثلا اهميه المنتج ده، فواحد الاهميه الاكس 2 3 وهكذا، ده بندي لكل واحده فيهم H3. لكن ما دون ذلك عادي، مش المفروض نستخدم ال H3. بس ما ينفعش تقفز مثلا او تنط من H1 ل H4 مثلا، لازم يحصل في ترتيب منطقي او في الهيراركي بتاعه ال H tags، وده بيلخبط جوجل وبيلخبط الاي اي. هما طبعا حاليا ممكن يكونوا اقدر شويه على الفهم، لكن ده مهم جدا في ان انت تسهل الامور على الكراولرز ان هم يفهموا المحتوى بتاعك. فلو عايز تستخدم مثلا لون معين او حجم معين استخدم له CSS، بلاش نحط ال CSS على التاجز. ممكن مثلا عايز تستخدم ديف، استخدم ديف معين، مفيش مشكله، استخدم اي حاجه غير ان انت تستخدم الاتش تاجز، لانها هي هيدرز فما ينفعش نستخدمها غير الهيدرز. في نقطه كريكومنديشن افضليه لكن مش بالضروره، هو ان انت تستخدم السيمانتك HTML. كثير من الناس ما بيعملوش وصراحه مش بندق عليه قوي، لكن الافضل طبعا لو نعمله، وهو ان انت مثلا تستخدم المين تاج، تستخدم الناف فور نافيجيشن، تستخدم الارتكل تاج للمحتوى المستقل، تستخدم السكشن تاج للاقسام وهكذا. يعني من الاخر بتسهل، بتميك ات ا بيس اوف كيك للاي اي والكراولرز والجوجل بوتس ان هم يفهموا المحتوى بتاعك ويفهموا الصفحه، وبالتالي اي خطوه قائمه على الكراولنج ده بتبقى اسهل وافضل. وده لانهم بيستخدموا سيمانتك ستراكشر عشان يفهموا اصلا الصفحه دي ويفهموا الريليشن شيبس بين الاجزاء وبعضها والسكشنز وبعضها. ثالث حاجه انا شايف ان الديفلوبرز من المهم جدا ان هم ياخدوا بالهم منها اللي هي الستاتس كود، وممكن نضيف ليها الريدايركشن. يعني لازم يعرف معنى كل ستاتس كود، لان كل ستاتس كود السيرفر بيبعته للبوت بيعطي معنى مختلف. يعني مثلا اشهر مثال وهو الريدايركشن بتاع 3U2 او 302. اغلب المبرمجين بيستخدموا الريدايركشن 302، بينما 302 ده معناه ان ده تحويل او ريدايركشن مؤقت والصفحه راجعه تاني كمان شويه. فجوجل بيفضل دايما يرجع لليو ار ال ده لان انت قايل له ان هو مؤقت، وبالتالي حتى في الرانكينج بيفضل مثبت الرابط ده دائما في الرانكينج او على الاقل لفتره طويله. بينما الافضل مثلا في الحاله دي ان انت تستخدم 301 او 301 اللي بيقول ان ده خلاص ريدايركشن دائم وخلاص، احنا يعني ده هو اليو ار ال الجديد، ده هو اليو ار ال بشكل دائم. فده بيساعد جوجل على ان هو طبعا في جزء مهم ان هو ينقل الاثوريتي، في جزء كذلك ان هو يقدر يفهم الصفحه دي خلاص ويفورجات الصفحه القديمه بشكل اسرع. فعلى الرغم من ان في 99% من الحالات الصفحات دي مش راجعه تاني، وبالتالي مش المفروض ان احنا نعمل 3.2 مثلا ونعمل 3.1. يعني مثلا ليه بنقول مثلا 3.1؟ على سبيل المثال ال 3.1 بينقل كامل الرانكينج سيجنالز وكامل الاثوريتي من الصفحه القديمه للصفحه الجديده. طبعا جوجل بيقول ان يعني الاثنين شبه بعض تقريبا، بس من واقع التجربه لا مش شبه بعض تقريبا. حاجه تانية مثلا 410 ولا 404 410 لو خلاص ما عادتش راجعه تاني بشكل تماما، ف 410 بتساعد ان هو يسلم الاندكس بشكل اسرع. ففي بعض الحالات بنستخدم 410 بدل 404. الملخص حاول يعني تعرف معنى كل ستاتس كود وتستخدم الستاتس كود الصح بناء على الحاله بتاعتك. رابع حاجه مهمه للديفلوبرز وهي معرفه ما يعرف بالريدايركشن تشين، يعني التغيير المستمر في الرابط والريدايركشن من هذا التغيير بيؤدي الى ريدايركشن تشين او سلسله من التحولات او الريدايركشنز. يعني A بيحول ل B واللي هو بنفسه بيحول ل C واللي هو كذلك بيحول ل D. فجوجل علشان يوصل من A to D مثلا بيعدي على 4 أو 5 URLs، والتشين دي طبعا بتضعف السيجنالز اللي المفروض بتجيت باست أو بتتنقل من A to D. جوجل بيجد صعوبة في نقلها أو ممكن تقريبا بتضيع في التشين دي.
زائد طبعًا إن هي بتكلف أكتر، وإن إحنا بنحاول دايمًا إن إحنا نcut cost على على الbusiness اللي هو جوجل أو الAI systems. ولو موقعك كبير ففي عندك الredirection chain ده بيستهلك ما يُعرف بالcrawling budget، وهو إن لكل موقع فيه كوتا في الcrawling، فأنت لو هتقعد تفسّحه يعني، فهو الكوتا بتاعتك بتروح في الفُسحة دي، مش في إن هو يكتشف الموقع بتاعك بشكل صحّي. فالصح إن الURL بشكل بسيط جدًا بيبقى في عندنا source وdestination، هي source واحد بس وdestination واحدة بس، مش chain، مش عدد من الsources وعدد من الdestinations، ده بيسلّم لده وده بيسلّم ده وده بيسلّم لده. والأهم إن لو خلاص الرابط اتعمل حاول بقدر الإمكان ما تغيّرش فيه، بلاش تعديل في الsub folders بشكل كل شوية، بلاش تعديلات، حاول بقدر الإمكان إن ما دام اتعمل ما تغيّرش فيه. طبعًا في الأول ممكن يكون التعديل أسهل شوية، لكن خلاص لو الموقع بقى له فترة حاول التعديل على الURLs تكون تحت إشراف الSEO بشكل مباشر. خامس نقطة المبرمج لازم يبقى عارفها وهو أهمية وجود نسخة واحدة بس للرابط. أي صفحة على الموقع لازم يكون لها رابط واحد فقط وشكل واحد فقط. ما ينفعش يكون في أكتر من نسخة، نسخة مثلًا بحروف capital، نسخة تانية بحروف small لنفس الصفحة، والاتنين بيrespond to 100 status code، نسخة بHTTP، نسخة HTTPS، نسخة بwww ونسخة من غير www. جوجل والAI systems بيشوفوا الصفحتين دول كأنهم صفحات مختلفة، يعني كأنك عندك duplicate content، فأنت مثلًا لو مش عامل enforcing وmonitoring كويس للURLs في الغالب ممكن يكون عندك versions، ممكن يكون 10 versions من الصفحات دي، نسخة بقى HTTP ونسخة بHTTPS ونسخة capital نسخة small، نسخة بالwww ونسخة من غير www، فأنت ممكن تلاقي الصفحة واحدة بس ليها 10 URLs، وده طبعًا بيقلل الcrawling budget زي ما إحنا قلنا، وكذلك بيعمل duplicate في السيرفر، وكذلك بيعمل duplicate في الranking. الحل إن السيرفر لازم يenforce شكل واحد بس من الURL، يعني يقول له والله هنستخدم فقط الlower case، فأي upper case خلاص هي هتتقلب على طول automatic lower case. هنستخدم مثلًا الhyphens مش هنستخدم الunderscore، مش هنحط مثلًا في آخر الURL index.php، هنخلي بس في شكل واحد في الtrailing slash، يعني يا إما بينتهي بسلاش يا إما مش بينتهي بسلاش، ما ينفعش يكون عندي الحاجتين. لو أنت الURL مش بينتهي بسلاش وأنا حطيت سلاش المفروض هو يعمل لي automatic redirection على على النسخة اللي أنت عامل لها enforcing. نفس الفكرة لو أنا مثلًا عملت HTTP بدل HTTPS، فهو المفروض يعمل لي automatic redirection 3-1 redirection على النسخة اللي أنت عاملها enforcing من السيرفر، فالمفروض النسخة المعتمدة من الآخر كله يعمل عليها 3-1 redirection، وأي شكل غير صحيح هو بيحول عليها بشكل مباشر. سادس حاجة المبرمج محتاج ياخد باله منها فيما يتعلق بالSEO هي الcanonicalization أو الcanonical tag. الcanonical tags بتقول لجوجل أو لأي كرولر الصفحة دي الأصلية للمحتوى ده، يعني ما ينفعش الcanonical tag تكون في كل الموقع عبارة عن الهوم بيج بس، لازم تبقى self referring أو self referencing، إن هي بتذكر الصفحة نفسها. يعني لو الموقع ده مثلًا domain.com/product فتبقى برضه الcanonical tag domain.com/product، مش مثلًا الabout us، ساعات حاجات بنشوفها about us، ساعات حاجات بنشوفها إن هي تبقى الhome page وهكذا، لأ يكون self referencing يعني. دي طبعًا بتحل مشاكل كتيرة جدًا، زي لو في مثلًا parameter URLs أو في حاجة من غير trailing slash ومش متشافة، أو في نفس المنتج ده لكن موجود تحت أكتر من category، فالcanonical tag هنا بيmanage الموضوع ده بشكل كويس، وبيقول لجوجل إيه الصفحة اللي أنت المفروض تعتمدها أو الصفحة المعتمدة للظهور في الranking. بس حتى لو ما فيش duplicates، ما فيش عندك مشاكل، ما فيش عندك parameters، فبرضه اعملها زي defense measurement أو اللي هو حاجة دفاعية، إن هو خلاص يعني بتسهّل الحياة على الcrawlers، وده أهم حاجة بنشتغل عليها في technical SEO، بنسهّل الحياة على الcrawlers إن هم يزحفوا على الموقع، وبالتالي يأرشفوا ويرانكوا المواقع دي. طبعًا لازم تكون موجودة بعد الhead على طول، مش ما تكونش injected بالJavaScript وغيره من الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها بشكل من التفصيل بعدين إن شاء الله. طيب سابع حاجة وهي الsitemap والreport text file. الاتنين دول هم زي ما نقول كده الguide للboots. الاتنين دول ممكن نقول هم الguides للboots داخل الموقع بتاعك، يعني بيقولوا لهم يشوفوا إيه وما يشوفوش إيه، إيه الصفحات المهمة، إيه الصفحات اللي مش مهمة، إيه الصفحات اللي البوتس يركزوا عليها وdouble down عليها. فالسايت ماب الأفضل تكون متقسمة على حسب نوع الصفحة، مثلا تكون عندك ملف للخدمات، ملف للبلوج، ملف للمنتجات، ملف للصفحات اليوتيليتي وهكذا. طبعا ما بيخشش فيها بقى أي صفحة فيها ريدايركشن، أي صفحة فيها نو اندكس، أي صفحة يعني من الآخر الكنايكلز بس هي اللي بيخشوا فيها. أي بارامترز مفيش، أي ثانك يو بيجز مفيش، أي تشيك أوت بيجز مفيش، الحاجات أي صفحة من الآخر بتكون الصفحات اللي أنت محتاج إنها تظهر في الإي آي سيرش وكذلك في جوجل. فلازم نعرف ان السايت ماب مش قائمه بكل صفحات الموقع،
وإنما قائمة بالصفحات المهمة اللي ليها 200 ستاتس كود في الموقع. والروبوت تكست فايل مش المفروض يحجب مثلا ملفات زي ال CSS أو الجافا سكريبت، لأن ده بيمنع جوجل أصلا إن هو يعمل ريندرنج، وده خطأ شهير جدا عند المبرمجين. فحجب الصفحات المهمة مثلا وقت الديفلوبمنت، أو إن إحنا ننسى أصلا نشيل إن هو disallow، نشيل disallow أصلا، ده بيمنع في النهاية إن يحصل أصلا indexation وما يترتب على indexation. في نقطة مهمة برضو إن الروبوت تاكس فايل مش الطريقة اللي بنحجب بيها صفحات أو بنخفي بيها صفحات، وإنما الطريقة اللي بنجايد بيها اليوزر للصفحات المهمة والصفحات غير المهمة. بس لو عايزين نخفي صفحة أو ما نأرشفش صفحة، الأفضل بنستخدم نو اندكس تاج، مش نشيلها بالروبوت تاكس فايل. طبعا ممكن نستخدم الاثنين بطريقة ليها طريقة يعني، بس في النهاية الروبوت تاكس فايل مش الطريقة للحجب الكامل للباثز، وإنما النو اندكس هو الحجب الكامل للباثز دي. طبعا نختم ده ان يكون في نهايه الروبوت تاكس فايل يكون فيه السايت ماب او السايت مابس لو موجود اكتر من سايت ماب، بحيث نسهل برضو على الكراولرز ان هم يكتشفوا الموقع بشكل سهل. تامن حاجه المبرمج المفروض يعرفها هي موضوع السيرفر ريسبونس تايم والكونكتيفيتي بتاعته. البوت مش صبور ومكلف، والريسبونس تايم من السيرفر للبوت لو تقيل في الغالب هيزورك بشكل اقل، وهتستهلك الكوتا اللي جوجل محددها لك او الاي اي محددها لك بشكل سريع جدا، وده معناه صفحات اقل بتكتشف، فرص اقل في الترافيك، رانكينج اقل، وبالتالي الاند ريزلت كاي بزنس سيلز اقل او ممكن كمان مش موجوده. وفي شغلنا للامانه دايما بنجد كورليشن او ترابط بين السيرفر ريسبونس تايم وسرعته او بطئه والرانكينج وبالتالي السيلز. فلما يحصل دروب في الريسبونس تايم دايما بيحصل دروب في الرانكينج، ودايما بيحصل دروب في السيلز. بعض المبرمجين او اصحاب البيزنسز يعني بيقولوا ايه، لا مش ما ننفستش جامد في السيرفر وهكذا. انا من رايي يعتبره من الكاستمر اكوزيشن كوست، انت في النهايه بتدفع فلوس عشان تجيب اليوزر ده، سواء باعلانات سواء بشغل في الاس يو، فمن جمله المصاريف يعني ده. وده كريزه يعني حته مهمه جدا جدا وصغيره لكن ليها اثر كبير جدا. بالنسبه لي البيست براكتس ان انت مثلا ما تحطش كراون ريت ليميتس في الروبوت تاكس فايل، ما تقولوش مثلا تعدي علينا كل قد ايه، لانك كما لو كنت بتقول للكرولر ما تجيلناش كتير مش عايزينك، هو في النهايه يعني عنده كتير يكتشفه يعني. وبرده لازم تكون الكونكتيفيتي بتاعت السيرفر ستيبل، الداون تايمز بتكون قليله جدا وفي يعني شبه تكون منعدمه. يعني من الاخر السيرفر يكون جدير بالثقه، لان من واقع التجربه اذا الثقه دي وقعت عشان ترجعها بيكون صعب جدا. في النهايه خليني الخص لك الفكره الكبيره بتاعت التكنيكال اس يو. التكنيكال اس يو مش قائمه او تشيك ليست تعملها مره وتنساها، دي طريقه في التفكير لازم تتبناها كمبرمج. كل قرار مش في محله اتعمل غلط للاسف بيؤثر في النهايه على السيلز بشكل مباشر، وده شبه بيهدر الجهد اللي اتعمل في الماركتنج وفي الاس يو بشكل كبير جدا. مش المهم ان يكون الموقع شغال، وانما يكون الموقع مفهوم لمحركات البحث وللاي اي سيستمز. اللي بيبني الموقع صح من الاول بيوفر شهور من الري ووركينج والريبيلدينج، ومن واقع التجربه ده بيحصل كتير وبيهدر وقت كتير جدا جدا. انا كده خلصت كلامي، قول لي في التعليقات لو انت متفق او مختلف. وقول لي برضو انت كمبرمج او اس يوز ايه اكتر حاجه شفتها بتتعمل غلط في المشاريع من التكنيكال اس يو. وانا عن نفسي مشكله الريندرنج هي اكتر مشكله دايما بواجهها واول حاجه بشيك عليها في المواقع. وشكرا ليكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.